أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24 الإخبارية. تعرضت الجزائر لانتقادات لاذعة وعاصفة غضب واسعة في الوسطين العربي والإسلامي بعد تصويتها المثير للجدل لصالح القرار الأممي القاضي بإنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة، في خطوة اعتبرها متابعون طعنة سياسية وابتعادا فجائيا عن الخطاب الذي طالما تباهت به السلطة الجزائرية لعقود. فبين ليل وضحاها سقط الشعار الذي رددته الجزائر على مدى سنوات: مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، إذ رأى مراقبون أن هذا الشعار تهاوى أمام أول اختبار حقيقي، وأن الجزائر كشفت عن وجه آخر لم يكن ظاهرا حينما احتاج الفلسطينيون موقفا صلبا داخل مجلس الأمن. تقارير عربية انتقدت بشدة هذا التصويت، معتبرة أن الجزائر باعت القضية الفلسطينية سياسيا، وأنها أظهرت أن مواقفها السابقة لم تكن سوى شعارات للاستهلاك الداخلي والخارجي، خاصة وأن التصويت جاء لصالح مشروع قرار وصف بأنه يفتح الباب لوصاية دولية على غزة ويمهد لمرحلة غامضة على حساب الإرادة الفلسطينية. وفي موقف حاد، أكد محللون أن الجزائر قدمت خدمة مجانية للقوى الغربية التي رعت القرار، رغم أنها كانت تقدم نفسها لسنوات صوت الفلسطينيين في المؤسسات الدولية. ويرى هؤلاء أن هذا التحول ليس مجرد تغيير دبلوماسي، بل انهيار كامل للصورة التي حاولت الجزائر تسويقها لنفسها على أنها حاملة لراية النضال الفلسطيني. أصوات شعبية في العالم العربي عبرت هي الأخرى عن صدمة كبيرة، معتبرة أن الجزائر أسقطت القناع، وأن خطابها حول فلسطين اتضح أنه بناء ورقي لا يصمد أمام حسابات السياسة والاصطفافات الدولية. هل تخلت الجزائر نهائياً عن القضية الفلسطينية؟ وسقط شعار الجزائر: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ختامها، نشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.